مش بيه عم جلال ورئيس مجلس إدارة شركة النباتات الخضراء، مش كده برضو؟ ايوه سمعت عنه كتير، بس ما عجبنيش حكاية النباتات الخضراء المحفوظة بتاعته دي اللي بيبيعوها في السوبر ماركت. كده. معلش، الله يسامحك. على كل حال الشركة ما يهمهاش عدم إعجابك ده، لأنه مش هيأثر في معدل المبيعات اللي في ازدياد باستمرار. اتفضلي يا حفيظة هانم، اتفضلي استريحي. متشكرة. ازيك يا عنايات هانم؟ اظن انت حضرتي حفلة اليوم المفتوح بتاعة المدرسة، مش كده برضو؟ حضرتها طبعا حضرتها. انتي ناسية اني ابقى نظرة المدرسة دي ولا ايه؟ لا مش ناسية، بس مش فاكرة اذا كنتي حضرتيها ولا لا. نعم. حضرتك بتقولي ايه؟ لا حضرتها، وبحضر كمان كل الحفلات والاجتماعات والندوات اللي بتتعمل في المدرسة. إيه وبعدين يا منيرة هانم، واحنا مش هنتعشى بقى ولا انتوا لسه مستنيين حد؟ لا لا يا درويش بيه، مفيش حد غيرنا. اتفضلوا اتفضلوا على اوضه السفره يا جماعه. قومي قدامي يا عنايات. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ايه المشهيات دي كلها يا جلال يا ابني؟ ده الترابيزه مليانه من جميع انواع السلطات. الله، لازمتها ايه بس كل السلطات دي؟ لزوم أكلة السمك يا عمي. السمك يا ابني ما يحتاجش غير سلطه الطحينه وبس. ده إذا كانت سمكة عادية يا عمي، لكن سمكة الليلة دي سمكة عظيمة، لازم نحتفل بيها ونجيب لها جميع أنواع السلطات. أمال إيه؟ هي دي حاجة شوية ولا إيه؟ يا سلام يا سلام يا واد يا جلال، انت بتفهم صحيح في السمك. أمال إيه؟ انا اهنيك على كده. العفو يا عمي، ده بعض ما عندكم. الله، امال فين السمكه اللي احنا بنحتفل بيها دي؟ الله، انا مش شايفها على السفره خالص. ما احنا اتفقنا يا عمي على إننا هنشوفها كلنا مرة واحدة لما نقعد على السفرة، مش كده ولا إيه؟ ايوه صحيح. خلاص اتفضلوا اقعدوا عشان أحطها لكم على السفرة. يلا